السلام الإخوان ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة صدى MA في فيديو عن العاصفة التي تسبق المباراة بين المنتخب المغربي والمنتخب النيجيري، وعن حديث المدرب النيجيري عن المواجهة والاستعدادات التي يقوم بها وليد الركراكي رفقة المنتخب الوطني المغربي. قبل ما ندخل التفاصيل إخواني الكرام، بغيتكم ديروا معكم واحد لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس باش دائما تتواصلوا بكل جديد. يلا نبداو على بركة الله. فالمواجهة القادمة بين المنتخب المغربي ومنتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا ليست مجرد مباراة كرة قدم فقط، بل هي صدام حقيقي بين مدرستين كرويتين لكل واحدة منهما شخصيتها، تاريخها وطموحها في بلوغ النهائي. هي مباراة تفاصيل صغيرة، حيث يمكن للحظة واحدة أن تغير كل شيء، ولا خطأ بسيط أو خطأ بسيط يمكن أن يقلب الموازين بطولة كاملة. فمدرب منتخب نيجيريا دخل هذه المواجهة بعقلية الواثق من نفسه، لكن دون استفزاز الخصم، مؤكدا أن احترامهم للمغرب لا الخوف منه. حديثه حمل الكثير من الرسائل الغير المباشرة، فهو يدرك أن المنتخب المغربي يلعب بتنظيم عالي وبإيقاع سريع، ويستفيد جيدا من عامل الأرض والجمهور. لكنه في المقابل يرى أن نيجيريا تملك الخبرة والقوة اللازمة لمواجهة هذا الضغط. فبالنسبة له مباريات نصف النهائي لا تكسب بالحماس فقط، بل بالشخصية والقدرة على الصمود في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الصعبة. المنتخب النيجيري يكون صامد. في الجهة المقابلة يعيش المنتخب المغربي أجواء مختلفة تماما، لا تصريحات نارية ولا ضجيج إعلامي مبالغ فيه، بل هدوء وتركيز شديدين. التحضيرات تتم في صمت، والحصص التدريبية موجهة بدقة نحو قراءة طريقة لعب نيجيريا، وإغلاق مفاتيح قوتها، واستغلال المساحات التي تتركها عند الاندفاع الهجومي. أسود الأطلس يدركون أن القوة البدنية للنسور الخضر قد تكون سلاحا خطيرا جدا، لكنهم يعولون على الانضباط التكتيكي والذكاء الجماعي لكسر هذا السلاح، مثل ما فعلوه مع المنتخب الكاميروني. عند مقارنة المنتخبين يظهر التباين واضحا. المغرب منتخب يلعب بالعقل قبل القدم، يعتمد على التمركز الجيد وتدوير الكرة وضرب الخصم في اللحظة المناسبة. في المقابل منتخب نيجيريا منتخب لا يمنحك وقتا للتفكير، يضغط بقوة، يركض كثيرا ويهاجم مباشرة دون تعقيد. المغرب يبحث عن السيطرة الهادئة، ونيجيريا تبحث عن الصدمة السريعة. وبين هذا وذاك يقف الملعب شاهدا على صراع الأسلوبين. المباراة ستكون اختبارا حقيقيا للأعصاب. الجماهير المغربية ستملأ المدرجات، تحمل الحلم وتدفع اللاعبين للأمام، بينما سيدخل المنتخب النيجيري بعقلية التحدي دون اعتبار للضغوط أو الأجواء. هنا لا مكان للأخطاء ولا مجال للتراجع. كل مرة، كل تدخل وكل قرار تحكيمي قد يكون له ثمن باهظ جدا. إخواني الكرام، في النهاية هذه ليست مباراة من سيفوز فيها الأفضل على الورق، بل من سيكون أكثر تركيزا، أكثر صبرا، وأكثر جرأة عندما تحين لحظة الحسم. المغرب يريد كتابة التاريخ على أرضه، ونيجيريا تريد إثبات أن الخبرة والقوة لا تزالان كلمتهما مسموعة في القارة السمراء. والنتيجة النتيجة تبقى معلقة إلى صافرة النهاية، في مباراة ولدت لتكون واحدة من أكثر مواجهات البطولات تشويقا. نتمنى للركراكي يعطينا إن شاء الله شي خطة محكمة مثل الخطات اللي فاتت مع الكاميرون، ونشوف المنتخب المغربي شرس ويفوز هذه المباراة، فلماذا، والكاس إن شاء الله. يلا نشوفكم في فيديوهات أخرى.